لا تخضع فالذل دمار وتمسك بالحق فإن الحق سلاحك مهما طلبت حققت ما تريد وسنحقق ما نريد جميعا. إننا نحمل النظام السوري، إننا نحمل الحكومة السورية كل ما يجري في سوريا، وليس في الشرق مقصود، ما يجري في السويداء وما يجري في حلب وما يجري في حمص. نحن أمة محاصرة، لقد حاصرونا بقوت شعبنا وبقوت خبزنا وحاصرونا بالمحروقات. لماذا؟ نحن سوريا وسوريا لنا جميعا أيها الإخوة، لأننا نحن الشعب، نحن القوة، نحن الإرادة، نحن الأمة الديمقراطية، نحن خلفاء أوجلان. ليس بالماضي البعيد كان هناك كيليكيا. أين كيليكيا؟ لقد أخذها الاستعمار التركي ثم سلبوا لواء اسكندرون، واليوم هم في عفرين وأخذوا تل أبيض وجرابلس. وماذا تنتظر الحكومة السورية إلى أن يأتوا ويأخذوا دمشق؟ ماذا ينتظر؟ ماذا يريدون منا؟ ماذا يريدون من سوريا؟ ماذا يريدون منا نحن أيها الرفاق؟ يريدون أن يحتلوا أيضا حلب. نعم، ولو استطاع التركي أن يحتل دمشق لاحتل دمشق، ولكن هيهات. نحن من وقف ضد تقسيم سوريا، يتهموننا بالتقسيم، ولكن نحن من حافظ على سوريا، كل سوريا حتى هذه اللحظة، ونحن من أوقفنا تقسيم سوريا. لا من يحاصرنا إلى بعد 100 متر أو أكثر. قانون قيصر يحاصر سوريا، ولكن هناك قيصر دولة الحكومة السورية، وهناك قيصر المعابر، وهناك قيصر التجار، كلهم يحاصرون، ونحن باقون على طريقنا متعاهدين ومتمسكين كردا عربا بأخوة الشعوب والعيش المشترك. عاشت سوريا حرة أبية، حرة ديمقراطية للكرد والسوريان والعرب. عاشت سوريا. مرحبا جيانا، مرحبا جيانا.